التحضيرات الأخيرة للدخول بمنافسات بارالمبياد باريس لأبطال اللجنة لم يبقى لها سوى أياما معدودة ليبصر النور مع هذه الرحلة ويشاركها كتاب حمل عنوان البارالمبية من التأسيس إلى باريس باللغة العربية ليختص الفصل السابع منه باللغة الإنجليزية. هذا أول كتاب يصدر ويوثق في الوثائق العراقية، أنه كتاب يوثق طبعا بالرياضة العراقية جميعا، يوثق كل تاريخ الرياضي للجنة البارالمبية العراقية. بقى عندنا شيء واحد وأنا أكملته، يمكن اليوم طرحت الموضوع، هو دستور اللجنة البارالمبية اللي يتكون من 5 أجزاء اللي أكثر من 6000 ورقة. كملته، صار أكثر من 3 سنوات نكتب به، كملناه وإن شاء الله بالطباعة، وراح تكتمل كل الأمور اللي يحتاجها الإداري أو المدرب أو تاريخ اللجنة البارالمبية. أعتقد اللي علينا كملناه. اللجنة البارالمبية العراقية يعني صاحبة السبق في تأليف هذا الكتاب. هذا الكتاب يحمل الاسم اللجنة البارالمبية من التأسيس إلى باريس، يعني بها إلى دورة الألعاب البارالمبية اللي تقام في باريس خلال الأيام المقبلة إن شاء الله. طبعا الكتاب يأتي في 7 فصول، 6 الأولى من الكتاب باللغة العربية والفصل السابع باللغة الإنجليزية. لماذا؟ لأن سوف يعني ينقل هذا الكتاب من خلال البعثة العراقية إلى دورة باريس. الكتاب حمل الكثير من المواضيع المهمة التي تخص عمل اللجنة ومشاركاتها في البطولات كافة، وكذلك الإنجازات التي حصل عليها اللاعبون خلال مسيرتهم لتكون شاهد عيان لكل الأجيال. هذا الكتاب جدا مهم، التاريخ له، فإحنا كليتنا بنينا نفسنا على التاريخ، وهذا التاريخ كل ما يكون صحيح كل ما تكون إنجازاتك صحيحة، والحمد لله والشكر اللجنة البارالمبية تمشي بشكل صحيح من تاريخها اللي تأسست في عام 2003 ولحد الآن في تصاعد مستمر إن شاء الله. توثيق الأحداث الرياضية مهما كانت هو شيء مهم، لأنها تشكل حلقة ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، لنبقى على تواصل في معرفة الأمور الجوهرية التي حدثت لكي نبتعد عن المغالطات التي تقع في بعض صفحات تاريخ رياضتنا. مكتبة الرياضة العراقية متعطشة إلى مثل هكذا كتب تروي كل الرياضيين بمعلومات ثمينة حدثت في الماضي وتجعلها بين أيديهم مستفيدين منها. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد.